ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. جايبه لكم النهارده معايا الرقاق المخربش المقرمش التحفة اللي انتم شايفينه ده. عملناه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات مفيش اسهل منها، من غير اي افتكاسات ولا اي حاجة هتجيبيها من بره. هما شوية دقيق وشوية مية وهتطلعي العظمة اللي انت شايفاها قدامك دي. بجد الرقاق عملناه النهارده تحفة تحفة تحفة، نتيجة مبهرة جدا وعجباني ما شاء الله عليه. عملنا الكمية اللي انت شايفاها دي من مفيش، من شوية دقيق وشوية مية. وكمان اللي هيبهرك اكتر واكتر ان احنا هنطلعه بالتسوية نفس بتاعت بره واحلى كمان كتير. بصي قد ايه لونه عامل ازاي، ولا محروق ولا غامق ولا بصي مستوي مفروش الهوا. نتيجة ما شاء الله عليها مرضية 1000000% وناجحة بطريقة 1000000%. كمان هنسويه على البوتاجاز زي ما انت ما شايفة كده، وكمان في صينية ألمونيا. مش لازم صينية ألمونيا لو ما عندكيش، بس لو حابة تعمليه في صينية تيفال مفيش مشكلة. بس أنا قلت في معظم الناس ممكن ما يكونش عندها التيفال، بيكون عندها الألمونيا. تعالوا نسمي كده بسم الله ونشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير. جبت 4 كوبايات من الدقيق، هنخلهم بالطريقة اللي انت شايفاها قدامك دي كده عشان اضمن ان كل مكوناتي تمام وزي الفل. هضيف عليهم كمان ذرة صغيرة كده من الملح، وهقلبهم تقليبة علشان اضمن ان الملح يختلط مع الدقيق كويس. كوباية مية عادية كده من الحنفية، ممكن محتاجهاش كلها كل دقيق، وعلى حسب نوع الامتصاص بتاعه للسوائل. هبتدي اعجن فيه كده كويس لغاية ما احصل على عجينة تكون ناعمة في الملمس، لكن تكون قاسية شوية، ما تكونش طرية ولا بتلزق نهائي. الرقاق ما بيحبش العجينة بتاعته تكون طرية ابدا، الرقاق لازم العجينة تكون يابسة كده معانا، لكن في نفس الوقت ملمسها ناعم. حطي بقى كده وابتدي اعجني فيها كويس. بصي فيها عرق ازاي، نتيجتها هتوصل ليها ان شاء الله هتعجبكم، وطريقة نتيجة وطريقة مضمونة. اعجني بقى كده وحطيها على الرخامة بتاعتك وابتدي اعجني فيه كويس جدا، مش اقل من 7 ل10 دقايق. لو تعبتي في النص كده تقدري ان انت تريحي وترجعي تعجني تاني عشان توصلي على رقاق يكون حلو. الكمية اللي معايا مش كبيرة، دول 4 كوبايات دقيق، لكن انت ممكن تضاعفي الكمية، تعملي بقى 2 3 كيلو زي ما انت ما عايزة. ممكن كمان تعمليه مشروع كده يكون في البيت، بجد هيبقى مربح وحلو جدا ونتيجته مضمونة. خلاص كده العجينة بقت ناعمة معايا، وبقت ملمسها ناعم، وفي نفس الوقت العجينة يابسة زي ما اتفقنا. هبتدي بقى اعملها على شكل اسطوانة كده، وهقسمها على حسب الرقاقة اللي انا عايزاها. عايزة رقاقة كبيرة صغيرة على حسب حجم الصينية اللي انت هتسوي فيها الرقاق. انا هقسمها معايا على 8 قطع بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وهبتدي اخد قطعة قطعة من العجينة بتاعتي، وهعملها على شكل كورة كده، لا اما بايديكي لا اما تعمليها على الرخامة بالشكل ده كده. طبعا الطبق ده هو اللي انا كنت عاملة فيه العجين، معجنة فيه العجين، رشيت فيه رشة دقيق كده محترمة، وهبتدي اقسم عليها الفطير بتاعي او الرقاق بتاعنا زي ما انت ما شايفة قدامك كده. هعمل الكمية كلها اللي معايا بالشكل ده كده، وهحطها على الدقيق. رش دقيق كده كمان من فوق عشان الوش بتاعنا ما ينشفش ابدا، وكمان هحط عليه كيس من التلاجة مفتوح كده علشان اغطي بيه العجين كويس جدا عشان ما ينشفش معايا. هسيبها تريح حوالي من نص ساعة لساعة على حسب الوقت بتاعك. لو عندك وقت سيبيها ساعة، ما فيش وقت يبقى نص ساعة حلوة قوي عليك. بعد حوالي انا سبتها نص ساعة كده هرجع تاني احط رشة دقيق محترمة على الرخامة بتاعتي النضيفة طبعا ومغسولة، ومفيش احسن من انك تشتغلي بايديكي في العجين. هتبتدي بقى تحطي رشة دقيق من فوق ورشة دقيق من تحت كده على الرقاق بتاعنا، وهتبتدي ان انت تجيبي المردنة بتاعتك وتفردي فيه كويس جدا لغاية ما يبقى معانا رقيق خالص. ولو المردنة مسكت معاكي في العجينة بالشكل ده كده، هتقدري ترشي رشة دقيق وتكملي فرد، هيتفرد معاكي بكل سهولة. وكمان عشان احنا مريحينه مش هياخد معانا وقت في الفرد خالص، بتتفرد معاكي. وبعد كده هقولك بقى هتعملي ايه في الخطوة اللي جاية. تفردي كل الكمية اللي معاكي بالشكل ده كده.
على بيت ما بتفردي واحدة بتكون التانية على النار بتستوي، يعني تحطي واحدة تستوي على النار وتيجي تفردي في التانية وهكذا. لكن ما تفكريش ان انت تفرديهم وتقولي اركنهم على جنب، لا، ممكن ينشفوا معاكي. مشيه الفيديو معاكي كده واحدة واحدة، سمي بقى بالله كده وابتدي اشتغلي وانوي ان انت تعملي، وان شاء الله هيطلع معاكي زي الفل. بصي بقى الرقاق بتاعنا طالع رقيق ازاي اهو، تقريبا مبين ايدي من تحتيه، شايفه؟ تحفه. تعالوا بقى يلا، لو اتقطعت منك حته كده على وانتي بتعمليه ولا كانك واخده بالك منها، ما تركزيش معايا كملي برضو زي ما انتي، وبرضو هتستوي وهيبقى زي الفل ومش هيبقى فيه اي حاجه خالص. ما حبيتش اداري حاجه وانا في المونتاج، ما حبيتش ان انا اشيل منكم جزء، حبيت كل حاجه تبقى قدامكم عشان كلنا في المطبخ بيورد علينا الحاجات دي نبقى عارفين نتصرف ازاي. يعني العجينه لو لزقت معانا في المردنه هترش دقيق، العجينة لو اتقطعت معانا واحنا شغالين مفيش مشكلة، هتكملي وهتستوي وهتبقى زي الفل. هنفردنا تاني واحدة اهو معانا بالشكل ده كده، وطبعا ما تنسيش رشة الدقيق تبقى كده كريمة وانتي بترشيها. تعالوا بقى نشوف التسوية بتاعتنا. جبنا صينية كده على النار وابتديت ان انا اقلبها العكس، يعني الظهر بتاع الصينية هو اللي يبقى لفوق، على نار تكون متوسطة، ولا نار عالية قوي ولا نار واطية قوي. وهبتدي بقى اسوي معايا الفطير، مش عارفه ليه انا مصممه ان هو فطير لكن الرقاق. هبتدي بقى اسوي معايا الرقاق بالشكل ده كده على البوتاجاز. طبعا حاطه صينيه الناحيه التانية بس الكاميرا مش جايباها، حاطه فيها برضو الرقاق بيستوي، تبقي تقدري تشغلي كده الصينيتين علشان ما تاخديش وقت خالص وانت واقفه وتعملي. يعني وانت بتعملي شويه الاكل كده عجيني العجينه وسيبيها تريحي، على ما تخلص الاكل تكون العجينه ريحت، تعملي شويه الرقاق بتاعك وتطلعي من المطبخ وانت مخلصه وعامله عظمه عظمه عظمه. ببتدي بقى اول ما الاقي العجينه شدت معايا كده ونشفت معايا شويه على النار، ببتدي ان انا اقلبها الناحيه التانية زي ما انت ما شايفه كده على الناحيه اللي مش باينه قدامنا دي. هوريكي دلوقتي نتيجه التسويه بتاعتها عامله ازاي. واهو بنسوي هنا، بصي مش مستحمله ازاي اتكسرت في ايديا لانها فعلا مش مستحمله، وقد ايه هو مقرمش. بصي الحتت اهي اللي كانت مقطوعه اللي بقولك عليها استوى برضو ما فيهوش اي حاجه، اتكسرت في ايدي اهو من كتر ما هو مقرمش معانا. الناحيه التانية ابتدت تشد معايا، هقلبها على الجنب التاني وهبتدي كده الفها بالراحه بايديا داير ما يدور كده، وخلي بالك عشان ما تتلسعيش لان الصينيه بتبقى سخنه جدا. هبتدي بقى اعمل المرحله دي كده كل شويه اقلبها على الجنب التاني والفها كده لفتين لغايه ما نشوف هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها في الرقاق. متستعجليش عليه وهو على النار، هو ما بياخدش وقت نهائي. خلاص اهي استوت معانا وطلعت معانا بقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفه تسويتها بقى عامله ازاي، اللون بتاع التسويه. طبعا الكاميرا ظلماه كتير مش باين كويس عشان الاضاءه ضاربه في الرقاق، فطالع فاتح، هو فاتح فعلا لكن طالع كده ايه مخربش، اللي هي الخربشه بتبقى الحاجات المفقعه فيه زي العيش المفقع كده. بصي شكله تحفه تحفه تحفه، مقرمش وفي منتهى الجمال. شايفه بقى الرقاق بتاعنا بعد ما سوينا الكميه كلها اللي معانا، سامعه الخربشه بتاعته؟ بجد تحفه تحفه تحفه، حاجه عملتيها في البيت ونضيف، انضف من بره بكتير. عارفه الدقيق اللي انت حاطاه ايه، عارفه شكل الايد اللي بتعجن شكلها ايه، الناس اللي عاملاه شكلهم ايه. طبعا وضمن حاجتك في بيتك، ما نعرفش بره الناس بتعمل الحاجه ازاي بجد، والميكروبات اللي بتجيلنا دي بسبب ان كل حاجه بره بقت متلوثه، ربنا يرحمنا برحمته الواسعه. اعملي الحاجه في البيت وحاجه تبقى بنظافه وحاجه كده مضمونه في بيتك. عملنا الكميه اللي انت شايفاها قدامك دي، ادي الرقاق بوريهولك تاني عشان تبقي عارفه قد ايه النتيجه حلوه. كل الكميه اللي قدامنا دي كلها عملناها من 4 كوبايات دقيق وشويه ميه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب الطريقه تكون عجبتكم. ولو عجبتك الطريقه ما تنسينيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ولو شايفه طبعا ان الشايف كميته حلوه منك تكتبي تعليق منك يشجعنا ان احنا نكمل ان شاء الله في اللي جاي. وانتظروني في فيديو جديد باذن الله.